لو ما بتعملوش الحركه دي قبل الشاور بتاعكم اعملوها وادعولي. حرفيا الحركه دي بتخلي ترطيب شعري من هنا لهنا. بصوا امشوا ورايا وانتم مش تندموا. قبل ما اخش اغسل شعري ببتدي ان انا احط زيت من البنتريتنج اويلز زي جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الارجان. اختاروا اللي انتم بتحبوه اللي بيمشي مع شعركم. هستخدم جوز الهند لان انا بحبه جدا وبيمشي مع شعري. هحطه على كل شعري بس هتاكد جدا ان انا موزعاه كويس قوي على اطراف الشعر وملناش دعوه خالص بفروه الشعر. شايفين دخلتلكوا ازاي؟ بعد كده هنجيب الهير ماسك اللي انتوا بتستعملوه وبتحبوه وهنحطه برضو على اطراف شعرنا بس بالشكل ده، وهنلمه عادي جدا وبعدين نخش نغسل شعرنا. انتوا مش فاهمين الحركه دي قبل الشاور ازاي بترطب الشعر، ازاي بتحمي من الجفاف، ازاي بتقلل نسبه ان هو يتكسر ويتقصف، خصوصا كمان ان هي بتحمي الشعر لما الشامبو بيجي على الشعر. هل معنى كده ان انا ما بحطش حمام الكريم بعد البلسم؟ بحطه وبستخدمه بالطريقه الصح بعد البلسم كمان. لو ما بتعملوش الحركه دي جربوها قبل الشاور وانا بوعدكم ان انتوا بجد هتلاقوا فرق. باي.